السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل رز بلبن وهوريكم الطريقه اللي انا هعمل بيها ازاي. هنعمل طواجن كده ونحطه في الفرن وهنعمل اطباق. يلا بينا نشوف الطريقه اللي احنا هنعمل بيها ازاي. حطيت ميه اهيت في الحله تغلي، ومعايا رز اهوت انا غسلاه اهوت، رز مصري بتاعنا غسلاه ومصفياه اهو. هحطه بقى في الميه ونسيبه بقى لما يستوي، وبعدين ايه نبقى نكمل كده مع بعض. بس نقلبه كده قبل ما نقفل. يا حبايبي نسيبه بقى كده يستوي. عايز ده يستوي في الميه خالص، وبعدين ايه اما يستوي ارجع لكم. يا حبايبي الرز استوى خالص اهو. انا كده سويت الرز في ميه، ولما الميه نشفت حطيت له ايه كوبايه لبن اهو. استوى خالص اهو. نحط له بقى السكر اهو. اول حاجه نحطها له السكر. معايا كوبايه الا ربع سكر اهي، كوبايه الا ربع كده سكر. نحطها كده برضو ونقلبه على شويه الميه اللي كنت حاطاهم نشفوا. حطيت له ايه كوبايه لبن. معايا حبايبي بقى حليب اهوت، ده كيلو ونص حليب. احطه بقى كده على الرز بلبن، على الرز بتاعنا بعد ما استوى. يا حبايبي بقى نكون نصب اللبن كده. ده حليب بخيره يعني، مش شايلين من على القشطه ولا حاجه. نعلي بقى البوتاجاز عشان انا كنت موطيه البوتاجاز خالص اهو. نسيبه كده ايه يغلي كده مع الحليب ببعضه. خلينا بقى نقلب فيه ايدك فيه على طول عشان ما يلزقش في الحله. خلينا نقلب على طول. نجيب المعلقه بتاعتنا ونقلب بيها اهي. ايدك فيه على طول، كانك تقلبي فيه على طول عشان ما يلزقش. هيغلي بقى وارجع لكم عشان نكمل بقيه المكونات. حبيبي اللبن عمال يغلي اهو. كبناه على الرز اهو بيغلي اهو. نجيب بقى المكون بتاعنا ايه نكبه نحطه عليه. يلا بينا نشوف بقى المكون التاني في الغسالة. يا حبيبي معانا كده نص كوبايه لبن، نص كوبايه ميه اهي نص كوبايه ميه. هنحط عليها 3 معالق نشا. ندوبهم بقى كده على بعض. ناخدهم بقى ايه نصبهم على الرز بلبن بتاعنا. يا حبايبي بيغلى اهو. احنا قلبنا النشا في الميه، نحطه بقى نصبه عليه. نصب ونقلب. ايه تصب وايه تقلب. نقلبه بقى كله كده ببعضه. يا حبايبي بيغلى اهو. حطينا النشا. هنحط بقى معانا قشطه اهي، قشطه بلدي اهي. طبق كده قشطه بلدي اللي هو قشطه بتاعه الحليب بتاعنا. نحطه كده على اللبن اهي. نحط ونسيب في الطبق معلقتين عشان محتاجاهم. هقول لكم هنعمل بيها ايه. نقلبها برضو جامد كده مع اللبن والنشا والحاجه اللي احنا حطيناها. خلصنا اهو. نجيب بقى ايه كده خلاص استوى. هنطفي عليه. معانا كيسين فانيليا. معانا كيسين فانيليا. هنفرخهم كده، نقطع الاكياس كده ونحطهم ونطفي. حطينا الفانيليا وطفينا البوتاجاز. نقلب بقى كده عشان الفانيليا مش عايزينها ايه تغلي في الرز بلبن كتير عشان ريحتها ما تروحش. اخر حاجه نحطها ايه الفانيليا بس. طفينا بقى هنغرب بقى معانا. اهو هنصبه بقى في الاطباق. معانا الاطباق بتاعتنا بقى هنصبها اهي.
متنسونوش بقى يا حبايبي باللايك والشير واشتركوا في القناه، واللي اول مره يشوفني يكتب لي كومنت حلو كده ويعمل لي لايك ويشاهد الفيديو ويشترك في القناه. هنصب بقى وكل واحد حسب. يا حبايبي صبينا دولت اهمت، وانا معايا الطواجن اهيت هحط برضو فيها عشان احطها في الفرن احمر الوش بتاعها. هحط اصب فيها برضو. نجيب الطاجن التاني الاخر. ما عندكش قشطه حطي كريم شانتيه، اي حاجه وبتسد مكانها وخلاص. بس انتوا جربوها كده بالقشطه البلدي اللي هي بتاعتنا دي، جميله بصراحه يعني، بتخلي الرز بلبن حلو. اهي يا حبايبي بقى استنى بقى اما الطواجن دي، هستنى اما الطواجن دي تبرد وهحطها في الفرن احمر وشها، وابقى ارجع لكم برضو اما تحمر ابقى اوريها لكم. اي يا حبايبي دي الطواجن اللي انا حطيت فيها الرز بلبن اهيت، انا هحطها في الفرن بقى. احط كده حته قشطه على كل طاجن، كده كده انا حاطه قشطه في قلب الطواجن في قلب الرز بلبن. هنحط بقى كده كل واحد حته قشطه كده، قشطه بلدي اللي هي بتاعتنا ديت اللي هي بتاعت اللبن بتاعت الحليب. كل طاجن نحط له نحط له معلقه قشطه كده، وهنحطه بقى في الفرن نديله وش. بس كده احطه بقى في الفرن اديله وش، وبعدين اما يحمر ابقى اوريهولكم. يا حبايبي بقول ايه رايكم فيه؟ ده الرز بلبن اللي احنا حطيناه في الطاجن وحمرنا وشه اهوت في الفرن، ودوت الرز بلبن اللي احنا عملناه. هنزوقه بقى كل واحد حسب ما رغبته، حسب ما هو عايز يزوق. اللي عايز يعمل بزبيب يعمل، واللي عايز يعمل جوز الهند، واللي عايز يحط قرفه وموز، كل واحد حسب ما هو عايز. انا عندي جوز الهند وعندي زبيب. يا حبايبي بقى نزوقه كده بجوز الهند. انا عندي جوز الهند وزبيب، ازوقه بجوز الهند وبالزبيب. كل واحد بقى حسب ما هو عايز يزوق، حسب ما بيحب يعني. جربوا بقى وقولوا لي ايه رايكم. بص الطواجن شكلها بسم الله ما شاء الله جميله بصراحه يعني. يا حبيبي بقى انا زوقته اهوت، حطيت عليه جوز الهند وزبيب، وده طبعا محمرين وشه مش هنحط عليه حاجه. والطبق ده سايبه كده ساده عشان مريم ما بتحبش اي حاجه، عايزاه ساده. ويا رب النهارده الرز بلبن بتاعنا يعجبكم، واجرب لكم برضو طبق اهوت. بصوا يا حبايبي كريم ازاي، بصوا يا حبايبي، بصوا كريم ازاي القشطه اللي احنا حطيناها خلت الرز بلبن جميل بصراحه، واللبن بقى بخيره مش شايلين وشه ولا حاجه. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم. ويا رب النهارده الرز بتاعنا يعجبكم، رز بلبن يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.